سلام المسيح، كيفكم؟ شو الأخبار؟ هذاك اليوم كنت على اللايف فأجا شخص حاول يتهجم علينا بآية، فاليوم بدي أشرح لكم إياها مشان هو كمان يتعلم ويسمع. آه، لوقا إصحاح 19 آية 27 بتقول: وأما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فاحضروهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. أول شيء هذا مثل الذي قاله رب يسوع: اذبحوهم قدامي. مثل يسوع المسيح قال هذا المثل عن شخصه. ذهبه ذهبه إلى المساء ثم مجيء الثاني. هناك أمر مختلف، هناك حكم عادل على كل بشر، والحاكم والديان هو الشخص المسيح. يسوع المسيح لا يتكلم في هذا المثل عن المسيحية كيف يتعامل، بل هو يتكلم عن كل البشرية لأنه هو الحاكم. لكن يسوع المسيح بيتكلم عن العقاب القاسي الأليم للناس يلي رفضوه بحياتهم، وكل يلي رفضوا هدول كلهم بيوم القيامة الرب يسوع راح يقول: جيبهم واذبحوهم أمامي، بمعنى النار الأبدية. يعني ما راح يقولهم إنه روحوا جيبوهم واذبحوهم قدامي، راح يعني حطهم بالنار الأبدية. هذا المعنى يعني. بيوحنا 10:10 بيقول الرب يسوع بيقول: أتيت لكي يكون لكم حياة أبدية وليكون لكم أفضل. بيوحنا 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له حياة الأبدية. هدول آيتين كتير حلوين، بتمنى هيك تكونوا فهمتوا الفيديو والمثل. وهداك أبو ما راح أذكر اسمه، يلا عادي. المهم سلام المسيح.